النهاردة في صلاة الفجر الإمام قرأ آية والله وكأني أول مرة أسمعها، ورغم إني سمعتها كتير وبقرأها كتير ولكن وكأني أول مرة أسمعها. قرأ الإمام وقال: يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكأني أول مرة أسمع الآية رغم إن أنا سمعتها وقرأتها كتير. فلما خرجت من الصلاة رحت على طول جبت العيش، وأنا في طريقي بجيب العيش بحثت عن الآية ولقيت إن سيدنا موسى لما وصل إلى مدين وكان خايف وما فيش فلوس وما فيش بيت وما فيش زوجة، عامل زي اللي إيه، ما حلتوش حاجة. فلما وصل مدين راح للظل، فذهب إلى الظل ودعا ربه وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما غربت الشمس إلا وأن سيدنا موسى كان عنده المال وكان عنده الزوجة وكان عنده البيت، وأصبح في أمان. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. علشان كده ادعي وقول: يا رب، لا حول لنا ولا حيلة لنا ولا قوة لنا إلا بك يا الله. يا رب، ادعي دايما بالدعاء ده: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هتتبدل حياتك والله بالدعاء ده. النهاردة في صلاة الفجر الإمام قرأ آية والله وكأني أول مرة أسمعها، ورغم إني سمعتها كتير وبقرأها كتير ولكن وكأني أول مرة أسمعها. قرأ الإمام وقال: يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكأني أول مرة أسمع الآية رغم إن أنا سمعتها وقرأتها كتير. فلما خرجت من الصلاة رحت على طول جبت العيش، وأنا في طريقي بجيب العيش بحثت عن الآية ولقيت إن سيدنا موسى لما وصل إلى مدين وكان خايف وما فيش فلوس وما فيش بيت وما فيش زوجة، عامل زي اللي إيه، ما حلتوش حاجة. فلما وصل مدين راح للظل، فذهب إلى الظل ودعا ربه وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما غربت الشمس إلا وأن سيدنا موسى كان عنده المال وكان عنده الزوجة وكان عنده البيت، وأصبح في أمان. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. علشان كده ادعي وقول: يا رب، لا حول لنا ولا حيلة لنا ولا قوة لنا إلا بك يا الله. يا رب، ادعي دايما بالدعاء ده: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هتتبدل حياتك والله بالدعاء ده. النهاردة في صلاة الفجر الإمام قرأ آية والله وكأني أول مرة أسمعها، ورغم إني سمعتها كتير وبقرأها كتير ولكن وكأني أول مرة أسمعها. قرأ الإمام وقال: يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكأني أول مرة أسمع الآية رغم إن أنا سمعتها وقرأتها كتير. فلما خرجت من الصلاة رحت على طول جبت العيش، وأنا في طريقي بجيب العيش بحثت عن الآية ولقيت إن سيدنا موسى لما وصل إلى مدين وكان خايف وما فيش فلوس وما فيش بيت وما فيش زوجة، عامل زي اللي إيه، ما حلتوش حاجة. فلما وصل مدين راح للظل، فذهب إلى الظل ودعا ربه وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما غربت الشمس إلا وأن سيدنا موسى كان عنده المال وكان عنده الزوجة وكان عنده البيت، وأصبح في أمان. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. علشان كده ادعي وقول: يا رب، لا حول لنا ولا حيلة لنا ولا قوة لنا إلا بك يا الله. يا رب، ادعي دايما بالدعاء ده: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هتتبدل حياتك والله بالدعاء ده. النهاردة في صلاة الفجر الإمام قرأ آية والله وكأني أول مرة أسمعها، ورغم إني سمعتها كتير وبقرأها كتير ولكن وكأني أول مرة أسمعها. قرأ الإمام وقال: يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكأني أول مرة أسمع الآية رغم إن أنا سمعتها وقرأتها كتير. فلما خرجت من الصلاة رحت على طول جبت العيش، وأنا في طريقي بجيب العيش بحثت عن الآية ولقيت إن سيدنا موسى لما وصل إلى مدين وكان خايف وما فيش فلوس وما فيش بيت وما فيش زوجة، عامل زي اللي